مساء الخير، مساء المحبة ومساء مليء بالتفاؤل لكل متابعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج أعطينا إنرجي، هالبرنامج اللي بيتجول في أماكن كثيرة، وكل مرة طبعا كثير من الناس بتسألوا وين راح نكون معكم، راديو علم مع مين راح يتقابل. طبعا احنا من خلال حلقات بنبين لكم انه احنا موجودين في أكثر من مكان، وراح نكون مع الناس بشكل عام في أماكن تجمعاتهم، سواء كان في مدينة الخليل أو حتى برا مدينة الخليل أو برا محافظة الخليل كمان، مثل ما كان في حلقات مضت وتابعتوها من خلال برنامج أعطينا إنرجي. بنرحب فيكم جميعا وبنطلب منكم انكم تعملوا مشاركة للفيديو والبث المباشر حتى تربحوا معنا هدايا قيمة من شركة تومي لمستحضرات التجميل. يعني كل سؤال أنا بسأله للناس اللي موجودة معنا واللي عماله بتابعنا يكتب لنا في التعليقات الإجابة الصحيحة لحتى يكون له فرصة بأنه يربح معنا مباشرة في هذا البرنامج. كمان مرة مساء الخير لكل حدا بينضم لنا، لكل حدا بيتابعنا، لكل حدا بيتفاعل معنا مباشرة في هذا البرنامج. خلينا احنا وياكم نتجول حاليا مع الناس اللي موجودة معنا واللي عمالها موجودة في إحدى شوارع مدينة الخليل، أو بالتحديد في شارع الملك فيصل. طبعا هذا الشارع يعتبر في وسط يعني مدينة الخليل أيضا، وهو شارع استراتيجي. بدنا نحاول قديش بنقدر قدر المستطاع إنه إحنا نقابل الناس اللي موجودة معنا واللي عمالها بتتسوق. خلينا نكون في الجهة المقابلة مع الناس وتجمع الناس اللي موجودة معنا. طبعا إحنا في فترة مثل هيك بنكون موجودين، لازم نشوف الناس عمالها يعني بتضحك، بس بتضحك بشكل انه تعبان شوي، صح؟ يعطيك العافيه. كيف حالك؟ شيء اكيد، اول شيء اللي بشوفكم بتعبش واللي بشوفكم بيضحك لحاله، لانه الامانه انتم للقلب يعني بتجلبوا البني ادم، بتجلبوا المواطن بضحكتكم انتم، مش بضحكتنا انتم، بتخلوا الواحد مبسوط بشوفتكم. تعرفنا عليك؟ ابو رامي حسن، مواطن من مدينه الخليل. اهلا وسهلا فيك يا ابو رامي، يعطيك الف عافيه، كل عام وانت بالخير. وانت بس رمضان كريم. الله اكرم. الله يسعد قلبك. ابو رامي، بنسالك شوي هيك عن اجواء رمضان. يعني احنا دخلنا في ايام رمضان والكل خلص هيك عاش الاجواء هاي. شو رايك فيها وشو بتحكي للي بيتابعونا عن اجواء في مدينة الخليل بالتحديد، أجواء رمضانية؟ والله مدينة الخليل خاصة أنا بحكي لهم الله يهديكم ويطولوا بالهم شوي للأمانة، إنهم عصبية. يعني واحد مثلا لو ثاني بستناش طوط بيب طوط هيك، يعني بنزل يعمل صبحيات من 5 مشاكل عندهم. فهذا الصيام أخلاق وأداب، ويعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نكون أدبين وخلوقين. تشمل بس مدينة الخليل في الموضوع؟ والله أنا بطلعش من الخليل في رمضان، بطلعش من الخليل. أنا يعني من البلد للبلدة القديمة بشوف الخليل، أنا الخليل يعني بعشقها، فخاصة في الأجواء هي بطلعش منها نهائي. يعني تقول لي اطلع من مثلا في الايام هاي من الخليل وخذ اللي بدك اياه بقبلش. الله يعطيك الف عافيه. والله لا يجيب لا مشاكل ولا نكد ان شاء الله. انا خايف اروح اسوي مقابله مع واحد اقول له اضحك يبلش يعصب علي. اسوي لك قصه مزبوط ولا مره؟ لا ولا والله مرة. اول شيء اسمع، انا يعني مش مجامله معك عليه، انت للامانه اللي بشوفك بنفسه للامانه مش زي هذاك ايمن نعيم اللي بشوفه بيعيا. الله يسعد قلبك يا رب، يعطيك الف عافيه. طيب بدنا نسالك سؤال، إذا بتجاوب معنا عليه بدنا نربحك هدية مباشرة من شركة تومي لمستحضرات التجميل، شو رأيك؟ وهي إذا في يعني الله بيبعث لي إذا بقى يعني بفوز، هاي مني لله تعالى لأي حدا يعني ما تتصرف فيها. ماشي تمام يعني عشان طيب يعني. السؤال عشان أربحك طيب سؤالك، إيش هو الشيء كلما زاد قل ما تراه؟ النار. كل ما زاد كل ما تزيد بطل تقدر تشوفه. كل ما زاد بتقدر تبطل تشوفه او بتبطل تشوف. الدخان. عشان دينا رمضان اعود اعيد لك اياه كمان مره. كل ما زاد قل ما تراه، ايش هو؟ والله علي انت صعبنا السؤال، وبعدين صايم قبل اذان الصبح انا. قبل اذان الصبح. والله. طيب شيتك اجابه؟ والله الاجابه انا يعني كل ما زاد بتبطل تشوف، يعني الدخان كل ما يزيد بتبطل تشوف. غير هيك؟ الثلج، الهواء، الغبرة. ساعدك؟ ساعدك عشانك انت حكيت لله، صح؟ لله. تعطيها لحدا؟ اكيد طيب تمام. اكيد لوجه الله تعالى. اكيد مش في نهار. الجواب في الليل، النجوم. ما بعرف. الغيم. عمرك شفت اظرف مني في موضوع اني انا سهل لك اياها؟ لا يعني انت قربت لك اياها، بس انت هلا عندك الموضوع. انا والله مو استعبي في رمضان، صعب علي.
في الليل كل ما زاد يعني العتمة الظلم العتمة يعني الظلام الظلام. يا عيني عليك، مبروك عليك هدية من من شركة تومي لمستحضرات التجميل. تحياتنا لك وكل عام وانت بألف خير حبيبي علي. الله كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله السنة الجاية بنكون يعني في دولة فلسطينية مستقلة ويعني خالصين من الاحتلال النهائي إن شاء الله. شكرا حبيبي كل عام وانتم يعطيك ألف عافية، كل عام وانت بألف خير. طيب هي لا انت انزل على الشركة وانت بعدها بتاخذ الهدية وبتعطيها لمين بدك على دوار المنارة في الزقة هاي. تمام. يلا يعطيك العافية. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ تعرفنا عليك؟ دياب الأواسمة. دياب الأواسمة. شو أخبارك يا دياب؟ الله يخليك. الحمد كيف لله. رمضان معك؟ الحمد لله كويس. منيح؟ الحمد لله. الله على طول يا ربي. احنا يا صديقي في برنامج أعطينا إنرجي على راديو علم. هالبرنامج برنامج مسابقات وفي معنا هدايا بنقدمها من شركة تومي لمستحضرات التجميل. بس نوقف شوي هيك لقدام شوي. تمام. كيف معلوماتك؟ بإيش يعني؟ معلومات عامة يعني اسأل شو بدك تسأل اسأل. يعني انت شو بتشتغل؟ عامل في الحربة وفي مصنع الحربة. يعطيك الف عافية. ان شاء الله بتربح معنا. طبعا الهدية مقدمة من شركة تومي لمستحضرات التجميل. حياك الله. اوكي. سؤالك بيقول يراقبك طوال الوقت ويفعل كل حركاتك لكن لا يستطيع لمسك أو الإمساك بك، فما هو؟ يراقبك طوال الوقت، يفعل حركاتك لكن لا يستطيع لمسك أو الإمساك بك. خيالك. الخيال. الخيال. خيال ولا خيالك؟ خيال الواحد يعني كل واحد خياله يعني. كل واحد خيال. مش خيالي يعني مش خيالي، خيالك. لا هو انا بلاقيني خيالي ايش؟ خيالي خيال بالضبط، مش خيالك، خيالي انا لحاله ما حدش طبش في خيال. يعطيك الف عافيه. طبعا بدنا نقول لك مبروك عليك هديه من شركه تومي لمستحضرات التجميل. كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير. شكرا جزيلا. بتستلمها هلا. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. من معرض هي موجود هون العنوان. تمام، تقدر انك تستلمه. شكرا جزيلا. يعطيك الف عافيه. طيب لساتنا متواصلين معكم في هذا البرنامج وهذا اللقاء، برنامج اعطينا انرجي. طبعا احنا موجودين في شارع الملك فيصل، وبدنا نحاول كمان ناخذ كمان ناس وكمان متسوقين موجودين معنا، متابعينا ومشاهدينا الكرام، من خلال هاي الحلقة ومن خلال جولتنا في هذا الشارع. طيب نشوف حدا من الموجودين معنا. خالتي يعطيك العافية، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ طب خلص باخذ بنوتك مش مشكلة، تعالي أشوفك. شو اسمك؟ تعالي. أنت بدكش تطلع يا خالتي؟ شو اسمك؟ ساعديها مش رح تطلع على شو اسمك؟ سديل. سديل؟ سديل ايش؟ سديل الشواهين. شواهين من وين؟ من يطا. من يطا. كيف أهل يطا؟ كويسة. يا سديل شو أكتر إشي مشهورة فيها يطا؟ في يطا؟ شو مشهورة يطا؟ في ايش؟ شغلات حلوة. في الأشجار. وشو كمان؟ هاي والدتك ليش شفتي كيف هربت؟ قالت لي خذ بنتي في الزيتون. طب كيف معلوماتك انت؟ منيحة؟ منيحة معلوماتك؟ كويسة؟ شاطرة في المدرسة؟ تمام. طيب يا سدين بدنا نسألك سؤال، إذا جاوبتي معنا عليه بدنا نربحك معنا هدية مباشرة بشركة تومي لمستحضرات التجميل. تمام؟ بس أعطيهاش لوالدتك لأنها شردت من عند الكاميرا. ماشي؟ تمام؟ طيب السؤال بيقول، سؤالك بيقول إيش هي كلمة السر لفتح المغارة في قصة علي بابا والأربعين حرامي؟ افتح يا سمسم. ايش؟ افتح يا سمسم. افتح يا سمسم؟ متأكدة؟ لا ايش قلت؟ كلمة السر لفتح المغارة في قصة علي بابا والأربعين حرامي. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم؟ متأكدة؟ شكرا جزيلا. إجابة صحيحة، وكل عام وانت بألف خير من شركة تومي لمستحضرات التجميل. تمام، هاي هدية بقيمة 100 شيكل. شكرا. شو بتحكي للكاميرا؟ شكرا. تعالوا شوي، تعالوا شوي، تعال. شكرا جزيلا. شكرا. تحية لك، يعطيك ألف عافية. طيب تشوف الشباب، أنت بدك تربح معنا كمان إن شاء الله. هلا بنشوفك وبنحكي معك.
شباب يعطيكم العافيه، تعالوا تعالوا تعالوا. انتوا التنين بتتعازموا، انتوا تعال انا وياك تعال. تعرف انا بدي مين؟ بدي هذاك اللي ماسك الكاميرا وبيصور، شو اسمه هو؟ ايش هو؟ حسام إمام. حسام. تعال حسام مطلوب على الكاميرا على فكره يا حسام. تعال تعال معنا. انا نفسي افهم شغله. مش مستشعر انت. هلا هذا الشعور انك انت تشرد من الكاميرا شعور لحاله بيدخل جواتك، ولا انه بتشردوا من الكاميرا لانكم بدكوش تطلع مع الكاميرا؟ والله هو اللي كان بده يسأل ويجاوب ويحكي عشان هيك. لا احنا والله شفنا البنت الصغيره يعني فحبينا نساعدها مش اكثر. طيب شو الاجواء اللي انتم عايشينها في رمضان حاليا يعني؟ والله نازلين على الحرم، في اجواء غاد تحت وبنطلب لسه ما نزلتوش يعني؟ هينا نازلين وبنطلب من الكل يعني يزور الحرم في الشهر الفضيل. بس بنطلب من الكل انه ينزل على الحرم. طيب يا شباب، في معنا هديه من شركه تومي لمستحضرات التجميل. الهديه قيمتها 100 شيكل، تمام؟ بدكم تجاوبوا معنا على سؤالنا، اذا جاوبتوا معنا عليه بنقول لكم مبروك عليكم الهديه قبل ما تنزلوا على الحرم، بتروحوا تستلموا الهديه وبعدها بتنزلوا على الحرم، تمام؟ اوكي. بتعرفوا شركه تومي لمستحضرات التجميل؟ طبعا تستعملوا من الواكس والجلات اللي موجود عندهم، نستعمل مستحضرات كمان العنايه بالبشره والشعر وكل شيء. كل شيء بناخذ. تمام التمام. طيب يا صديقي، سؤالك بيقول ايش بتوشوشوا؟ قول لي اجاوب. شيء يملأ الغرفة لكن لا يشغل حيزا، ايش هو؟ الهواء او الاكسجين. هواء او الاكسجين. صحيح هيك المفروض. وغير هيك، غير الهواء والاكسجين، كان السجاد. السجاد ماخذ حيز. لا، الضوء. بدي اعتمد. ايوه، ايش هو؟ الضوء. الضوء. صحيح. كمان مرة السؤال، يملأ الغرفة لكن لا يشغل حيزا. الضوء. الضوء او النور او النور او الهواء. اي الشغلات كلها اللي موجودة دائما ما بتاخذ صحيح. اللي شغلة صحيحة. يعني الهواء والضوء يملأوا الغرفة بس ما بياخذوا حيز. صحيح، إجابة صحيحة. بدنا نقول لك مبروك عليك هدية من شركة تومي لمستحضرات التجميل. يعطيك ألف عافية، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب، ينعاد علينا جزيلا. عمي كيف حالك يا عمي؟ تعال. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية. تعرفنا عليك. رمضان الرجبي. الاسم؟ محمد الرجبي. محمد الرجبي، أهلا وسهلا فيك. شو بتعمل في السوق هون؟ والله بنتسوق يعني في الرمضانية، وبنصلي وبنتسوق. يلا تقبل الله. عمي أبو محمد، احنا في برنامج اعطينا انرجي، هالبرنامج برعايه شركه تومي لمستحضرات التجميل، تمام؟ اهلا وسهلا فيك. بدنا نسالك سؤال، واذا بتجاوب معنا عليه بتربح معنا هديه مباشره. حياك الله. شكرا. يعني ان شاء الله كمان بيكون لك كمان هيك حظ بانك انت تربح معنا باذن الله. يا سيدي كل شيء نصيب. رمضان كريم. الله. تعرف انت شعور رمضان انك انت تكون صايم وتدخل الكلمات في بعض؟ مش احلى منه. انا اليوم ابو حميد راح يعني لاحظ علي. تعبنا. اختلط الامور. طيب تمام. بدنا نسالك سؤال، واذا بتجاوب معنا عليه بتربح معنا هديه مباشره من شركه تومي لمستحضرات التجميل. السؤال هو للجيل الصغير، بس رجاء ما حدش يجاوب الحج، تمام؟ كريستيانو رونالدو ماذا يعمل؟ لاعب كرة قدم. لاعب كرة قدم، كان في ريال مدريد وانتهى. وين حاليا؟ صار في البرتغال حاليا، في النصر السعودي. النصر السعودي. ما شاء الله بتتابع. هي في عندي هيك الاولاد وهذا بقعد معهم في هذا. يلا الله يعطيك الصحة يا رب. شكرا جزيلا، تحية لك. إجابتك صحيحة. بدنا نسألك سؤال. تعال نسألك سؤال. بدنا نعطيك هدية من شركة تومي لمستحضرات التجميل. كل عام وانت بألف خير. شكرا لكم للشركة هذه. شكرا جزيلا. كيف هذه مثلا هلا بتستلمها من معرض شركة تومي على دوار المنارة. شو الشركة؟ تمام. هدية بقيمة 100 شيكل. أسألكم سؤال. ما بعرف قديش معنا وقت كتير. اوكي تمام، ما في معنا وقت كتير، ولكن بدنا نسأل الشاب. ايش اسمك؟ وديع ايش؟ وديع القواسمة. وديع القواسمة. يا وديع. انت رمضان هذا صمته كله؟ كله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بدي اسألك كم مرة يا وديع في شهر رمضان المبارك سهرت في البيت بعد الساعة 12؟ يومين. شو كنت تعمل؟ خلتني قاعد للسحور. شو بتسوي؟ أقرأ قرآن وبضلني قاعد على التلفزيون. ما كنتش طالع مع أصحابك؟ فيش عندي صحاب. ليش؟
فيش بعرفش حدا عشان في تعطيل مدارس. يعني بعرف. انت اصحابك بس في المدرسه ما بتطلع معاهم محل ثاني؟ فيش. تمام. طيب بدنا نسألك السؤال، إذا بتجاوب معنا على السؤال راح تربح معنا هدية من شركة تومي لمستحضرات التجميل. تمام؟ أوكي. السؤال بيقول أنا بحتار، تعرف شو معنى كلمة برشا؟ برشا. اسم استنى. اسم لعيبة. فرقة. اسم لعيبة. فرقة لعيبة. يا برشا. لا. إشي تاني. ايش تاني؟ اللي بيعرف الإجابة يحكي لنا شو معنى كلمة برشا؟ إيش بتاكل؟ لا. إشي رفيع. علي. لا. لا شو أنا عارفه مش. طيب أنا بدي أغششكم إياها شوية. هي كلمة تونسية بيحكوها التوانسة. برشا. تعرفين عليك إيه؟ بعرفه. سهى الخطيب. إيش الاسم؟ سهى الخطيب. أهلا وسهلا فيك. شو بتعملي في حياتك يا أخت سهى؟ مستشفى عادي. يلا الله يعطيك ألف عافية. اهلا فيك. برشا شو معناها؟ شيء كثير. شيء كثير. وانت شيء كثير في اجابتك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه وكل الاحترام لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم كثير. شكرا، يعطيك الف عافيه. برشا معناها كثره، كثير، اشي الكثير. برشا. هلا بنسالكم كمان شوي. تمام؟ انت ما زبطت معك؟ في سؤال ثاني؟ ما زبطت معك. تمام؟ كثره خلينا الحجة تفوز معنا. تمام؟ شكرا لك، يعطيك الف عافيه. كل عام وانت بالف خير. سؤال ثاني. خلصنا. لا ضل معنا وقت كتير. شكرا لك، يعطيك الف عافيه وكل عام وانت بالف خير. وانت بخير. شكرا جزيلا، تحياتنا لكم جميعا اكيد. شكرا لمتابعتكم وشكرا لتواجدكم معنا وشكرا كمان يعني تفاعلكم مع هاي الحلقه في برنامج اعطينا انرجي. بنتمنى لكم دائما اجواء طيبه، اجواء جميله، وباذن الله دائما رمضان بيكون كريم معكم. من راديو علم نبعث لكم اجمل تحيه على الموجه 96.1. شكرا لكم والى اللقاء.